السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو وانزله. وما تنسوش كلامكم الجميل اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رأيكم بقى يا بنات في المنظر الجميل ده؟ حبيت كده أبدأ الفيديو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، واوريكم بقى ان في اليوم ده الجو كان حلو قوي قوي. المهم بقى طبعا نظفت شقتي انا مع نفسي، وبعد كده بقى مليت الغسالة. كان عندي كده شوية غسيل، قلت بقى اغسلهم كده واخلص منهم. حطيت بقى المسحوق زي ما انتوا شايفين، وحطيت نص كوبايه من الخل. بتحطي خل ليه يا منال على الغسيل؟ من وقت للتاني يا بنات بحب ان انا احط كده نص كوبايه من الخل، بحس ان هي بتنضف الهدوم وكمان بتعقمها لي، وكمان بتحافظ لي برضو على الغسال. المهم بقى نزلت بالغسيل زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا بعد كده بقى بشطفه وبخليه زي الفل، وببتدي انشره زي ما هتشوفوا دلوقتي. هنا بقى يا بنات بحط طبعا الغسيل اللي هو الفواتح او اللي يمشي مع بعضيه، وبعد كده ببتدي احط بقى الغوامق. المهم بقى هغسل الغسيل كده واشطفه وانضفه واخليه زي الفل، وبعد كده هبتدي انشره. نشرت بقى في المنشر اللي انا بفرده في البلكونه، نشرت الفواتح زي ما انتم شايفين كده، وبقى الغوامق طبعا نشرتها في البلكونه يعني اللي في المطبخ. المهم كده وانت بتعملي اي حاجه دايما سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلصيها بسرعه ان شاء الله. خلاص بقى هنا نشرت الغسيل زي ما شفتوا يا بنات، وهدخل بقى على تجهيز الغدا. بس بصراحه كان عندي كده كوبايه من عصير الجوافه، قلت كده بقى وانا واقفه بعمل الغدا او بجهز الغدا يعني ابتدي كده اشرب. هتعملي غدا ايه يا منال؟ بصراحه الولاد طالبين مني اعمل لهم كباب حله، فقلت خلاص طالما حاجه هم عايزينها وبيحبوها اعملها ليهم، بدل ما اعمل حاجه غيرها يعني يكونوا مش بيحبوها في الاخر طبعا اتعب في عمايلها وما يرضوش ياكلوا. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. عندي بقى هنا الوok، وطبعا عندي النار عاليه، نزلت بمعلقتين من الزيت وهبتدي انزل باللحمه. وطبعا قطعي بقى المقاس اللي انت عايزاه للحمه اللي انت شغاله بيها. هبتدي انزل بقى بكميه اللحمه، وبعد كده هحط عليها نص معلقه صغيره من السبع بهارات واقلبها. وعايزه اللحمه دي تبتدي تاخد لون، يعني انا عايزاها تاخد لون كده بسيط، عشان بصراحه كباب الحله لما اللحمه بتديها لون بيبقى طعمها حلو قوي قوي. بعد كده بقى هبتدي انزل بفلفل اسود وكمان كزبره والتوابل اللي انت بتحبيها على اللحمه بتاعتك. انزلي براحتك خالص مفيش اي مشكله، بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. نزلت كمان بمعلقه صغيره من البابريكا، وبعد كده نزلت ببصل، والبصل بقى انزلي بالكميه اللي انت حباها مفيش اي مشكله، وقرن فلفل حامي وكمان طماطمايه مقطعاها او بشراها مفيش اي مشكله. ونزلت كمان بنص معلقه صغيره من السكر، وعندي معلقه كبيره من هريسه الشطه. بعد كده بقى هبتدي اشوح الحاجات دي مع بعضيها زي ما انتم شايفين كده، وهنزل عليها طبعا بميه مغليه تسوي لي اللحمه، يعني كوبايه كوبايتين. طبعا انت هتبقى عارفه اللحمه بتاعتك بتاخد سوى قد ايه، المهم ان تكون الميه بتاعتك مغليه. وبعد كده بقى غطي على اللحمه وسيبيها تستوي براحتها. بقى اللحمه تستوي كده على نار هاديه وبراحتها. وبعد كده عملت انا مع نفسي يا بنات شويه رز ابيض. عايزه اقول لكم غدوه سريعه، وكمان بصراحه ولادي بيحبوها. ربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. ايه رايكم بقى؟ غدا سهل كده وسريع وما خدش مني اي وقت. وطبعا بقى قطعت خيار وجزر زي ما انتم شايفين كده، وهنتغدى وربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. وبعد كده بقى يا بنات هشطب انا المطبخ كده واخليه بقى زي الفل، وبعد كده هبتدي ادخل على تنظيف التلاجة زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في اليوم بتاعك وتخلصي كل اللي وراكي ان شاء الله. خلاص بقى هنا يا بنات دخلت على التلاجة زي ما انتم شايفين كده، بعد طبعا ما شطبت المطبخ. قلت بقى امسك التلاجة. طبعا دي التلاجة اللي في الصاله، انا مش بستعملها او مش بحط فيها حاجات كتير، استعمالي اكتر في التلاجة اللي في المطبخ. بس مش معنى كده ان انا برضو اهمل فيها، كل حاجه في شقتنا لازم برضو نهتم بيها وننضفها. المهم بقى شلت كل حاجه فيها زي ما انتم شايفين كده، وكان في حاجات اساسا عايزه اخرجها من التلاجة، هبتدي برضو اشيلها، ما كانش ليها اي لازمه في التلاجة. وكمان من وقت للتاني انا بصراحه بحب انضف التلاجة اللي في الصاله وكمان التلاجة اللي في المطبخ عشان اعرف ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وتخلصيها بسرعه ان شاء الله. جبت بقى يا بنات بوله، حطيت فيها ميه وشويه مسحوق جل ومعلقه صغيره من الفانيليا السايله. عايزه اقول لكم بتخلي ريحه التلاجة حلوه قوي قوي. طبعا بقى بجيب الفوطه بتاعتي بحطها في البوله وببتدي اعصرها وامشي بقى على التلاجة كلها. انا مش عايزه استعمل سبونشه ولا رغاوي ولا اي حاجه،
عايزه احافظ على التلاجة بتاعتي، وكمان هي مش متبهدله قوي زي ما انتم شايفين، يعني مش محتاجه اسبونج بقى يا بنات. زي ما انتم شايفين طبعا الفوطه اللي فيها ميه ومعصوره ببتدي يعني امشيها في التلاجة كلها، وبعد كده بقى بجيب فوطه ناشفه خالص ابتدي بقى انشف التلاجة بتاعتي. لازم طبعا بعد ما تغسلي التلاجة ايا كان بقى بسبونشه او فوطه فيها ميه ومعصوره لازم تنشفيها كويس جدا جدا. وطبعا يا بنات التلاجة عندي لازم تكوني فاصلاها، يعني ما تشتغليش فيها تيجي تنضفيها كده وتحطي فيها ميه وتكوني مشغلاها، لازم تكوني فاصله التلاجة من الكهرباء. خلاص بقى نضفت التلاجة ونشفتها زي ما انتم شايفين. وانا بصراحه يا بنات عندي الاتنين درج بتوع التلاجة، في درج مخصصاه بحط فيه الدقيق، والدرج التاني بحط فيه السكر شتاء او صيف، لان زي ما قلت لكم التلاجة دي انا مش بحط فيها حاجه، فالادراج بتاعتها بتبقى فاضيه، فبحط بقى الدقيق اي حاجه حاسه ان هي هتقعد وقت طويل عندي ببتدي احطها في درج التلاجة. ومخصصه كمان درج للسكر، طبعا دخلنا بقى على الصيف فلازم السكر بقى نحطه كده في درج التلاجة احسن بكتير ما تحطيه في المطبخ. جيت بقى على الباب برضو بتاع التلاجة شلت برضو الارفف بتاعته وابتديت برضو امسحه وانشفه زي ما انتم شايفين كده يا بنات. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وتطلع من ايديكي زي الفل ان شاء الله. خلاص بقى مسحت التلاجة ونشفتها زي ما انتم شايفين، هبتدي بقى ارجع كل حاجه. وطبعا المفارش اللي كانت مفروشه في التلاجة نظيفه، يعني مش محتاجه بصراحه ان انا اشيلها، فيعني رجعتها تاني زي ما انتم شايفين كده. عايزه بقى اقول لكم على حاجه يا بنات، في اخت لينا يعني تقريبا هي كده لسه داخله على القناه جديده، طبعا اهلا بيها وعلى راسي من فوق، وشرفتيني ونورتيني، ويا رب يكون الفيديوهات اللي بنزلها بتعجبك حبيبه قلب. بتقول لي ايه بقى يا بنات؟ بتقول لي الفيديوهات بتاعتك حلوه قوي قوي، وبحس ان كده يعني بتنشطني وبتحفزني وفيها طاقه كده ايجابيه. فطبعا شكرا على كلامك الجميل حبيبه قلبي، ربنا يا رب يديمك في حياتي ويخليكي ليا انت وكل اخواتي اللي على القناه، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، بحبكم بجد والله يا بنات، ربنا يخليكم ليا ودايما مع بعض، اللهم امين يا رب العالمين. يا بقى يا بنات اختنا دي في كلمه كده انا بقولها بتضايقها، قالت يعني بلاش تقوليها كل شويه. كلمه ايه يا منال؟ كلمه طبعا لما بنضف اي حاجه كده قدامكم يا بنات بقول انا نضفت الحاجه وخليتها زي الفل، فبتقول بلاش يعني تفضلي تقولي الحاجه زي الفل. طيب انا لما بكون بنضف حاجه اقول ايه؟ فبصراحه هي رايها على راسي برضو ولازم احترم رايها، بس انا مش عارفه يعني هل انا وانا بنضف اي حاجه كده زي ما انتم شايفين اقول ايه؟ المهم يعني قالت لي بلاش تقوليها، فقولوا لي بقى رايكم في الكومنتات يا بنات، بلاش فعلا اقول كلمه زي الفل. وطبعا يعني رايك على راسي حبيبه قلبي، وده برضو يعني حاجه ما زعلتنيش ولا اي حاجه. طبعا يا بنات انتوا لما بتشوفوا الفيديو لو في اي حاجه مش عاجباكم مفيش اي مشكله ان انتوا تقولوا عليها، برضو انتوا بتنصحوني وبتقولوا لي على رايكم اللي انتوا حابينه يعني اعمله في القناه، مفيش اي مشكله يا بنات، ودي حاجه مش بتزعلني، فعشان كده حبيت بس اقول ان اختنا يعني بتقول بلاش تقولي زي الفل وانت بتنضفي او بتعملي اي حاجه. ربنا يخليكم ليا اجمل واحلى اخوات، بحبكم في الله ودايما مع بعض يا بنات، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما شفتوا بقى كده يا بنات بعد ما نضفت طبعا التلاجة فتحت برضو الفريزر، وزي ما انتم شايفين متنظم ومترتب، بس قلت بالمره كده برضو امسحه واشوف برضو فيه ايه. بعد كده بقى الميه اللي انا كنت بنضف بيها التلاجة اللي هي فيها طبعا شويه مسحوق جل وكمان معلقه صغيره من الفانيليا، حطيتهم بقى على الموب ومسحت كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بقى الفانيليا خلت لي ريحه الصاله تحفه. طبعا هنا بقى زي ما انتم شايفين الصاله نظيفه وزي الفل، وكان عندي بصراحه من رمضان كيلو من الكنافه بس يعني على نصين، فقلت اما اطلع نص كده اعمله للولاد، لاني انا في رمضان بصراحه ما بحبش اعمل حلويات كتير، فقلت خلاص انا هطلع بقى الكنافه اعملها كده بالمانجا والكريمه زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. يا بنات عندي كوبايه من الكريم شانتيه الخام، حطيت عليها كوبايه الا يعني معلقتين كده ميه تكون ساقعه جدا، وحطيت معلقتين من السكر البودره. انا مش هكتر سكر بودره عشان طبعا انا هحط مانجا والمانجا بصراحه مسكره، وكمان هحط شربات على الكنافه. المهم هنا بقى ضربت الكريمه لحد طبعا ما ادتني القوام اللي انا عايزاه، هبتدي بقى احطها في الكيس كده عشان تسهل عليا لما اجي طبعا احطها على الكنافه زي ما هتشوفوا دلوقتي. وبعد كده بقى هبتدي اجيب نص كيلو الكنافه، وطالما هو كان في التفريز هيسهل عليا بقى ان انا كده افركه بايديا وابتدي اشتغل فيه على طول. خلاص بقى هنا حطيت الكريمه في الكيس زي ما انتم شايفين، وعايزه اقول لكم يا بنات لو انتوا حابين تحطوا مكان الميه حليب مفيش اي مشكله، المهم ان هو يكون ساقع جدا، حليب بقى او ميه.
بعد بقى ما خلاص حطيت طبعا الكريمه بتاعتي في الكيس ودخلتها التلاجة، هبتدي بقى اشوف الجهاز اللي انا اشتغلت فيه لازم انضفه وارجعه نضيف كده في المطبخ، لان انا منضفه المطبخ، فعايزه الحاجه اللي تكون طبعا في قلب المطبخ من جوه تكون نضيف. فعندي برضو فوطه فيها ميه وشويه مسحوق جل وعصراهم، وهبتدي بقى امسح العجان زي ما انتم شايفين، وكمان طبعا المضرب يعني برضو همسحه كده وانضفه عشان الحاجه بتاعتي تبقى نظيفه. اي حاجه اشتغلتي بيها لازم تنضفيها، رجعيها كده نظيفه عشان تفضل حاجتك نظيفه ومحافظه عليها، لان النظافه دي يا بنات بتخلي طبعا الحاجه عمرها يطول عندك. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها ان شاء الله. خلاص بقى مسحت العجان هرجعه مكانه، وهبتدي بقى اجيب صينيه، وطلعت طبعا من التفريز نص كيلو الكنافه، وهبتدي افركه بايديا. انا بصراحه هفركه بايديا واحط عليه السمنه وسكر بودره، وهدخله في صاج في الفرن. لو انت حابه تعمليه على البوتاجاز مفيش اي مشكله. حطيت طبعا على نص كيلو من الكنافه كوبايه الا ربع من السمنه البلدي، حابه تقلليها حابه تزوديها براحتك خالص. المهم بقى تفركي الكنافه، ولو حابه تشتغلي على البوتاجاز هتحطي عليها السمنه طبعا تقلبيها زي ما هتشوفي دلوقتي، والسكر البودره، وتحطيها بقى في طاسه كبيره كده وتقلبيها بقى من وقت للتاني على نار متوسطه. لكن انا بصراحه هحطها في صاج وهدخلها بقى في الفرن على فرن سخن كده، بولع من فوق ومن تحت، ومن وقت للتاني بطلع الصاج وبقلبه زي ما هتشوفوا دلوقتي. هنا بقى فركت الكنافه كويس ونعمتها، نزلت بمعلقتين من السكر البودره، والسكر البودره يا بنات بيديها لون حلو قوي قوي، فبلاش تستغني عنه. هنزل كمان بقى بالسمنه، وابتدي برضو ادعكها بايديا كده، وهبتدي بقى اجيب الصاج، وزي ما قلت لكم بقى هفردها في الصاج، وعندي الفرن سخن بولعه من فوق ومن تحت، وهسيبها بقى تاخد اللون الجميل. بس من وقت للتاني بطلعها وابتدي اقلبها عشان كلها تاخد لون واحد. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم يا بنات ان صينيه الكنافه دي في الصيف بيبقى طعمها حلو قوي قوي، ومش لازم تعمليها بمانجا، باي فاكهه انت حباها. بس بصراحه صينيه الكنافه بيليق معاها المانجا قوي قوي. وطبعا المانجا دي يا بنات كانت عندي في التفريز، كنت مفرزاها معاكم الصيف اللي فات، فقلت بقى اطلعها كده اعملها على صينيه طبعا الكنافه. الولاد بيحبوها عندي بصراحه، بحطها كده في التلاجة بيطلعوها بتبقى طعمها حلو قوي، خصوصا بقى ان الجو بقى حر جدا جدا فبيحب الحاجات اللي زي دي. يا بنات قلت كده بقى يلا ادلع الولاد واعمل لهم حاجه حلوه كده يكونوا بيحبوها طالما الحاجه موجوده عندي. زي ما انتم شايفين كده بطلع بقى الصاج من الفرن، بقلبه كده من وقت للتاني لحد طبعا ما خد اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. وكان عندي شربات من رمضان، هنزل بمعلقتين، بس بمعلقتين كده من الشربات واقلبهم. لو حابه الكنافه بتاعتك تبقى طريه يبقى الشربات سخن والكنافه سخنه، انا عايزاها تكون مقرمشه، فعندي الكنافه يعني مش سخنه هاديه كده، والشربات بارد خالص يعني مطلعاه من التلاجة. نزلت بمعلقتين كده قلبتهم على الكنافه زي ما انتم شايفين كده يا بنات. وبعد كده بقى جبت الصينيه بتاعتي او البايركس او بولات، يعني برضو ينفع تقدميها في بولات مفيش اي مشكله. نزلت بقى بطبقه من الكنافه زي ما انتم شايفين، وطبقه كمان من الكريمه، وبوزعها كده توزيع عشوائي، لان كده كده هحط عليها مانجا زي ما انتم شايفين. وحطي بقى كميه المانجا اللي انت عايزاها، لو حابه تحطي عليها مكسرات براحتك خالص، بس انا بصراحه اكتفيت بالمانجا زي ما انتم شايفين كده يا بنات. وبعد كده بقى هحط الطبقه الثانيه برضو من الكنافه، وبعد كده هنزل بالكريمه وبرضو هوزعها. يعني مش لازم تخلي طبقه الكريمه توزعيها بالظبط كده، لان احنا كده كده هنغطيها بالمانجا. بقى يا بنات لما بخلص طبعا صينيه الكنافه ببتدي ادخلها على التلاجة، وطبعا بقى سيبيها لمده ساعه ساعتين براحتك خالص. كل ما بتقعد في التلاجة بيبقى طعمها احلى واحلى، وكمان بتتقطع كده مكعبات. المهم ان انا بصراحه سبتها كده لمده ساعه، وبعد كده طبعا هوريكم شكلها دلوقتي. عايزه اقول لكم بقى بيبقى طعمها تحفه خصوصا في الصيف، وطريقتها سهله زي ما انتم شايفين، ما خدتش مننا اي وقت. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكل اللي يدوق منها يقول لك طعمها حلو جدا جدا. فبقى يا بنات اشكركم طبعا على كلامكم الجميل الطيب اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. ربنا يا رب يديمكم في حياتي ويكبر بخاطركم، ولكم بالمثل كل كلمه طيبه بتكتبوها ليا. ودايما يا بنات مع بعض، والله العظيم بحبكم جدا وبحب كلامكم الطيب الجميل، بيفرحني وبيشجعني. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، اجمل واحلى اخوات بحبكم في الله. عايزه اقول بقى لاخوات الامارات اللي بيتفرجوا على الفيديو ولسه ما اشتركوش في القناه، يلا بسرعه بقى انضم لعيلتنا الجميله المحترمه عشان تكبري لي القناه كده وتفرحيني. ربنا يا رب يكبر
ويجبر بخاطركم ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. بقى افكركم بقى يا بنات، لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل، عشان طبعا اللايك بيعرفني ان الفيديو اللي بنزله بيعجبكم. وما تنسوش طبعا كلامكم الجميل اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي، بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ولحد هنا احبابي الفيديو بتاعي هيكون خلص. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش طبعا تحطوا لي اللايك، وكمان تشتركوا في القناه وتعملوا لي شير لكل فيديو بنزله، وتقولوا لي بقى رايكم في الكومنتات في كل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا، اللهم امين يا رب العالمين. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.